السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. يلا بقى نعمل النهارده الغدا مع بعض. هعمل مكرونة نجريسكو بالفراخ والجبن، وهعمل ملوخية خضراء وفراخ وشوربة خضار. تعالوا انا بص، انا كنت مصورة وانا بعمل لكم التقديمة، بس التليفون من النوع اللي بيسخن، الحتة دي ما اتصورتش. حلة حطيت فيها معلقة سمنة، وحطيت بصلتين كبار شوحهم، بديهم تشويحه كده مع بعض لحد ما لونهم يبقى كده يدبل كده، واللون يبقى ايه اللي هو الذهبي الفاتح. وقرنين فلفل، واحد سبايسي وواحد رومي هنزل بيهم برضو. ايه، ندبل الفلفل مع البصله كأنك بتعصجي لحمه بالظبط. ندبل الفلفل مع البصله. تعالوا بقى نعمل بشاميل اللي برضو عاملاه معاكم. ده كيلو لبن. طبعا انا كان عندي الكيس ده، فقلت بدل ما اقعد اعمل بشاميل اعمله ايه، اجربه خلطه البشاميل ديت. فانا فضيته على الكيس وقلبته في اللبن على البارد. احطه بقى على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حطه على النار وايدك ما تسيبهوش بقى، يعني ايدينا مش هتسيب البشاميل خالص، مش عشان هو الكيس الجاهز. وهطعمه طبعا بكريمه لباني بتخليه تحفه، بس مش هحطها دلوقتي، لسه شويه ما يبتدي يتقل معايا شويه. احط الكريمه اللباني واحط الماكس جبن. ودي جبنه بقى عندي كده بقى تفاريح جبنه، عندي جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، كانوا في الفريزر طلعتهم عشان احطهم على البشاميل، خلوا طعم الجبنه حكايه، وضفوا في حته تانيه. ودي دبل الفلفل معانا اهو. هنزل ده بانيه مقطعته صغير خالص كده زي ما انتم شايفينه، حجم صغير، ده نص كيلو. هنزل بقى على الفراخ، هنزل على البصله، سوري. بسم الله الرحمن الرحيم. شوحوا مع بعض بقى. انا ما بحطش ميه ولا اي حاجه، هي الفراخ بتنزل ميتها، بغطي عليها بتنزل ميتها وتستوي ايه منها كده. الريحه مش قادره اقول لكم، بغطي عشان عندي عاليه ممكن تخني وتلسع لي الفراخ كده كويس. احط عليها فلفل اسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل اسمر شويه حلوين كده. ودي خلطه ال11 بهارات احطها عليها. حلوه على فكره، جربوها عجبتني. ومكعب مرق، مش هحط ملح، مكعب مرق. هقلب بقى كده، ندي تشويحه حلوه للفراخ، وبعد كده اغطي واسيبها تستوي منها فيها. والبشاميل بتاعه طبعا ما اسقاش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما يكلكعش برده مننا. ضيف البشاميل كده. هو الافضل ان حد يصورني والله عشان تطلع لكم الحاجه واضحه، بس معلش بقى لله الامر من بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف البشاميل عشان يتقل معايا. انا هديله كبشه شوربه كمان، يعني انا عايزه البشاميل يبقى كتير شويه في المكرونه، فانا كفايه عليه قوي كيلو لبن. لسه هحط كريمه لباني فهنطعمه، يعني مش هيبان الشوربه. نشوح الفراخ. بسم الله. بص اهي ابتدت تنزل ميتها ازاي. هغطي عليها بقى واسيبها مع نفسها. اقلب كده عشان مكعب المرقه يسيح. دي مش شطه، دي حاجه عامله زي الفلفل كده الحلو، ومش بابريكا برضو. بيعملوها في تونس، واحده صاحبتي جايبها لي من تونس، حلوه قوي.
بحطها على اللحمه المفرومه وهي بتتعصب، وبحطها على اي حاجه حلوه قوي. هي خشنه كده على فكره ومش حاميه، مش حاميه، بس بتدي طعم حلو قوي للفراخ والتعصيبات والحاجات دي. خلاص فراخنا لونها اتغير اهي واتشوحت، نغطي عليها بقى عشان تستوي وهي واطيه كده. غطينا عليها وايدي بقى مع البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدي مع البشاميل. صافي ازاي ولا مكلكع ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبشاميل تقل معايا اهو، تقل خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حط عليه الكريمه اللباني، تديله طعم رهيب، بتوديه في حته تانيه. بتديله قيمه وبتديله طعم رهيب الكريمه اللباني دي. وهنزل بالجبن كده عشان تسيح في البشاميل. في ناس بيحطوها بقى مع الفراخ والبتاع ده، انا بحب احطها في البشاميل تسيح بقى. والفراخ بتاعتي قربت تخلص برضو. بس الجبنه بتسيح اهي. كده البشاميل بتاعي بقى جاهز. هشيله من على النار بقى جاهز. شايفينه ما شاء الله قوامه تحفه. بس الجبنه بتشد ازاي في البشاميل، بس الجبنه بتشد ازاي في البشاميل تحفه. قلب كده بقى عشان تسيح. مش عارفه الكبشه فين. هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كده في قعر الصينيه عشان ما تلزقش مني. غطن الصينيه بالبشاميل. بس الجبنه بتموت ازاي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هاخد بقى شويه بشاميل، بس مش محتاجه شوكولاته كتير. شويه بشاميل كده على المكرونه. وانا الفراخ برضه هحطها على المكرونه، ما بعملش طبقات، انا بقلبهم في بعض غير الفراخ غير اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. افكك بقى المكرونه بتاعتي كده بالبشاميل. انا ما حطيتش شوربه على فكره، انا استكفيت بالكميه بتاعت كيلو اللبن وخلاص. جبت بقى البشاميل كده، المكرونه بقت متغلغله كلها بالبشاميل اهي. هنزل عليها بالفراخ خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ والله وريحتها رهيبه. انا بقى نفسي اعملها باللحمه، بس عيالي ما بياكلوهاش باللحمه ولا جوزي. اقلب بقى كله بعض كده. بسم الله. وهنزل بقى عليه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عشان
كله فيه بشاميل وفيه فراخ. ده صوت عيالي المتخلفين قاعدين فوق مع جيراننا. هنزل بقى البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطي الصينيه كلها كده بالبشاميل والجبنه. لازم البشاميل كله يتغلغل كده، يبقى مغطي الصينيه كلها. وادي الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت الصينيه كده، هدخلها في الفرن تاخد الوش الجميل بتاعنا واوريها لكم. هعمل دلوقتي شوربه الخضار واعمل ملوخيه واوريكم اكل كله بعد ما خلص. خلصت صينيه المكرونه، شايفين لونها وشايفين شكلها عامل ازاي. وعملنا ملوخيه وعملنا شوربه خضار وخيار وفلفل مخلل. تعالوا اوريكم المطه بتاعت الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ايه المفروض تبرد شويه وبعد كده اقطعها عشان ايه ما تفرولش مني. استنى بس عشان اوريكم المطه. شوفها كده باينه من غير ما اقطع. بصوا المطه، بصوا المطه بتاعت الجبنه جميله جميله. جربوها والف هنا وشفا. وده كان اكلنا النهارده، عيش بلدي وشوربه خضار وخيار مخلل والملوخيه الخضراء الجميله بتاعتنا وفي فراخ، وفي فراخ سلقتها وحمرتها اللي عملت منها شوربه الملوخيه وشوربه الخضار. والف هنا وشفا. ويا رب يكون الاكل عجبكم واشوفكم على خير. مع السلامه.